الحيوانات اللي احنا هنشوفها النهاردة مع بعض حجمها مش طبيعي، تقدر تقول حصل لهم طفرات في النمو لدرجة ان حجمهم بقى غريب وما يتصدقش. النهاردة هنشوف أكبر وأضخم الحيوانات اللي تم تصويرها بالكاميرات، من وحوش البحر العملاقة للكائنات اللي مستخبية في أعماق الغابات. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب، أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. الصياد ده اصطاد سمك حجمها مش طبيعي، والأغرب شكلها اللي تحسه من عصر الديناصورات. اللي قدامك ده أكبر فيل تم رؤيته على الإطلاق في حديقة أتوشا في ناميبيا. أنا حاسس إنه جبل ماشي على الأرض. تعرفوا إن الأسود والنمور عندهم جينات مشتركة؟ والأغرب إن في مزيج منهم اسمه لايجر، وزنه قد الأسد والنمر مع بعض. وهو قاعد بس قد الراجل مرتين تلاتة، فيا رب يفضل قاعد. طالما بنتكلم عن أضخم الحيوانات في العالم، فأكيد مش هننسى عملاق البحار. حجم الفيل الإفريقي بيختلف من فيل للتاني، عشان كده السياح لما شافوا الفيل ده كله بقى يصور، لأن لحظة زي دي صعب تيجي تاني. السمكة الضخمة دي فضلوا نص يوم يطلعوا فيها، أنا افتكرتهم هياكلوا فيها أسبوع ولا 2، لكن رجعوها في الآخر. هي الناس دي مش خايفة على حياتها ولا ايه؟ السمكة دي اسمها سمكة النمر، وطبيعي جدا توصل للحجم ده، تقدر تقول كده سرق أسنان التمساح وعايشة بيها. المشهد ده ملوش غير نظرية واحدة، الكنغر ده بيشيل حديد. حجم نجم البحر الطبيعي في حجم كف الإيد، لكن الحجم اللي قدامنا ده مش طبيعي، لأ. عندنا الشبشب هو السلاح الفعال ضد الفئران، إنما ده مش عايز شبشب، ده عايز أرباجيه. الكاميرا ممكن تظلم حجم التمساح ده، بس تخيل ان من وزنه مش قادر يدوس على رجليه حرفيا. من أضخم الطيور في العالم، طايرة بمركوب، حاجة كده بقى من عصر الديناصورات بجد. لو سمعتوا صوته من بعيد هتفتكروا صوت رشاش. حجمه في حجم الإنسان، ورغم إنه بيتغذى على السمك الكبير والتماسيح الصغيرة، إلا إن مفيش خوف منه على البشر، بس حاول تبعد عن منقاره على قد ما تقدر.
سمك القراميط حجمه ممكن يوصل لأضعاف حجم الإنسان، لدرجة إن 20% بس من حجم السمكة قد حجم الصياد. أتحداك لو كنت شفت قرون قد دي قبل كده. الخناقة عند فيل البحر خناقة حياة أو موت، وعادة بتحصل بسبب الحصول على الأنثى. بالرغم إن الحبار هو أكبر كائن لا فقاري على وجه الأرض، إلا إنه لسه غامض جدا بالنسبة للعلماء. وأكبر حبار تم تسجيله كان حوالي 18 متر، ووزنه كان طن كامل. تخيل الكائن ده مش موجود غير في أعماق البحار، وبيعيش في مناطق صعب الوصول ليها، عشان كده ده اتحط في متحف زي ما انتوا شايفين. أعتقد كلنا عارفين أنواع الحيوانات الأليفة، وأكيد تعبان بالحجم ده مش في القاموس خالص. What do you think? A Burmese python. That is crazy. What do you think? All right, Trent. طبعا انتوا شايفين فرق الحجم بينه وبين الراجل. ده طائر القندور، أكبر طائر في العالم. والله يا شباب كبرتوا الموضوع، واحد بس كان كفاية. ده مش ذكاء اصطناعي، ده حقيقي. عادة الأرنب بيبقى قد القطة، بس ايه ده؟ يا جدع انت شيء إلهي كده، أول ما بشوفه جسم بيقشعر. تصوير الكاميرا ظالم حجم الأسد ده، بس الفرق هيبان جنب العربية. سرطان البحر ده مش مجرد حجم وخلاص، لا بالعكس، ده عنده قوة خارقة تقدر تكسر جوزة الهند بكل بساطة. النوع ده من الفراخ أو الديوك بيتقال عليه دجاج البراهمة، ومش زي اللي احنا بنربيهم خالص، لأن حجم الواحد منهم بحجم طفل صغير. لا مش ممكن يكون ده حقيقي. دلوقتي قدامنا واحدة من أكبر الضفادع في العالم، مش هبالغ لو قلت قد العيل الصغير. المفروض الحصان ده يبقى سمباتيك كده عشان يبقى سريع، لكن النوع ده من الخيول اسمه شاير، ومن حجمه باين عليه القوة، عشان كده بيعتمد عليه بشكل أساسي في عمليات الجر. بصوا، هو انا شاري القفص ده والكلب صغير، معرفش انه هيبقى بالحجم ده. سرطان البحر ده بيعشق اكل جوزة الهند، عشان كده هيوصل لها حتى لو هيموت. Holy moly, look at the size of this thing. That is a giant mud crab. They're the craziest. اللي شايلهم ده قلبه حديد،
ده أنا مرعوب من المنظر. إيه يا عم ده؟ سبحان الله، ما كنتش أتوقع إن أخطبوط بالحجم ده يهرب من فتحة صغيرة زي دي. كان نفسي أقول الحشرة قد كف إيديها، لكن واضح إنها قد دراعها كله. لو اديتني مليون جنيه عشان أعمل كده مش هعمل برضه. How big is she? Oh, turn up, center. Turn up, center. You touched the knob. Oh, there it is. Holy shit. أثناء تجول أحد الأشخاص شاف الفار ده، ما كانش قدامه غير التصوير، عشان مستحيل الناس كانت هتصدقه. Stay in, Mom. شجاعة أفراد الأسرة مش هتبان غير في موقف زي ده. لك أن تتخيل إن ده الحوت الأحدب، ما بالك بقى بالحوت الأزرق عامل إزاي؟ مش عارف إيه حكاية الحشرات النهاردة، وبتوصل للحجم ده إمتى أصلاً؟ أنا دماغي عمالة تعمل ايرور من الأحجام اللي بتيجي قدامي دي. قطع لسان اللي يقول عليكي بومة. تمساح عملاق عامل حالة رعب القرية كاملة، فالقرية قررت تجتمع عليه ويمسكوه. القرية كلها عملت المستحيل عشان تقدر تربطه زي ما انت شايف، حتى الربط مش جايب نتيجة. المهم التمساح ده اتنقل لمكان آمن بعيد عن القرية في الآخر. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، وأكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.